فالصلاة دي نور في قلب المؤمن في الدنيا. صلي حتى لو انت مش حاسس بحاجة، ولو في ذنب معين انت بتعمله توب منه، لان ممكن تكون بتتعاقب عليه ان ربنا سبحانه وتعالى كاره ان انت تقف قدامه. في يوم كده سمعت حديث عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يعني اللي يقعد 40 يوم يصلي كل الصلوات في المسجد من أول تكبيرة الإحرام ما يدخلش النار وعمره ما يكون منافق. قلت إزاي يعني؟ ما كده ممكن أي حد يصلي 40 يوم وبعد كده ما يصليش تاني. فدخلت أتأكد من صحة الحديث، لقيته حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وبس كده لقيت طريقة ما اصليش بيها تاني. هم 40 يوم بالطول بالعرض هيعدوا ومش عايز حد يكلمني بعدهم في الصلاة تاني. ساعتها كنت في اولى ثانوي وبصحى للمدرسه الساعه 6 الصبح والفجر كان على 5. قلت خلاص هصحى ساعه بس بدري مش هتفرق، ما كده كده هصحى. بدات فعلا وكانت اي حاجه صعبه بقابلها بتهون لما افكر نفسي انهم 40 يوم وهيعدوا. قدامي الاكل وجي وقت الصلاه، الاكل ولا الصلاه، اقوم نازل على المسجد. هموت وانام وسمعت الاذان اقوم نازل على المسجد وارجع انام. بلعب اي حاجه مع اصحابي، كوره ولا بلاي ستيشن، اسيب اي حاجه واروح اصلي. اي حاجه ولا الصلاه يبقى الصلاه. كانوا فاكريني متدين، محدش يعرف اني كنت بعمل كده عشان ما اصليش تاني. قعدت 16 يوم بالشكل ده لحد ما في صلاه مغرب الامام كان مستعجل شويه فاقام الصلاه 5 دقائق بدري. دخلت المسجد لقيتهم بيصلوا، رحت جري على مسجد تاني، عقبال ما وصلت كانوا في الركعه الثانيه. دخلت صليت معاهم وانهارت من العياط، مش عشان فاتتني تكبيره الاحرام، لا عشان الامام اللي اقام الصلاه 5 دقائق بدري ده ازاي يعمل كده؟ ايه التهريج ده هيخليني اعيد من الاول. بدات تاني من الاول، وتاني مره قعدت 14 يوم. كانت صلاه فجر، صحيت لقيت الميه قطع، عقبال ما اتصرفت في ميه واتوضيت كانت الصلاه اقامت. في اللحظه دي كان بقالي 30 يوم ما فوتش ولا صلاه في المسجد غير مرتين بس. في ال 30 يوم دول اكتشفت حاجات انا عمري ما كنت اعرفها عن نفسي. اكتشفت اني ممكن انام قبل الفجر بتلت ساعه واصحى اصلي الفجر عادي جدا، وانا قبل كده كان شوت النوم بالنسبه لي ما ينفعش يبقى اقل من 8 9 ساعات. الاكل ما بقاش ملفت بالنسبه لي ولا اولويه وبيتساب عادي جدا. بقيت قادر التزم في اي مواعيد بديها لاي حد بكل سهوله. النقطه الاغرب اني بقيت مسيطر على نفسي جدا وانا المتحكم تماما فيها، وبعمل بس اللي انا عايز اعمله وقت ما انا عايز اعمله، ودي كانت بالنسبه لي من رابع المستحيلات. بصيت على حالي في خلال ال 30 يوم دول وعلى حالي قبلهم، لقيت ان في ال 30 يوم دول كنت احسن واقوى وانجح بكتير في كل حاجه. ومن هنا قررت اني عايز حياتي على طول تبقى كده، وبدات ثالث محاوله. وتعلمت بقى من غلطاتي قبل كده، وبقيت بدل ما اظبط نفسي على ميعاد الاقامه اظبط نفسي على ميعاد الاذان. الاذان يأذن وانا في المسجد، كده انا في المضمون، وبخلي بقى الامام لما يستعجل يقيم قبل ما يأذن. بدات ثالث محاوله ووصلت لليوم ال 39 وبقيت مش مصدق هو انا هينفع اعيش لحد بكره؟ كانت قمه طموحي في الدنيا ساعتها ان اعيش يوم واحد بس، ومش مصدق اني هقدر اعيشه. كنت حاسس ان اكيد هيجرى لي حاجه. ايه ده؟ هو انا ينفع اصلا اكون في الحديث ده؟ انا اصلا مش مستوعب الفكره، لان كنت بجرب مش اكتر. انا اساسا كنت مش عايز اصلي. كملت اليوم ال 40 وال 41 و 42، وفاكر ساعتها اني فضلت اعد لحد ما وصلت ل 200 يوم وبعدها بطلت اعد. كانت فتره من اسعد واجمل لقطات حياتي، بس للاسف